استاذ اشرف لما قال لي تختار حاجه من ابنائي الاعزاء شكرا، المسلسل اللي عم بوم يعني انا كنت بقى كده اللي هو جدو عبده كانوا بيسموه لا بيسموه بابا عبده. بابا عبده. بابا عبده ده جدو عبده عبد المنعم هو كان بابا عبده. بابا عبده في الشارع لانه كانت الاغنيه بتاعت المسلسل بتتكلم عن بابا عبده، الشخصيه الرئيسيه اللي هي بابا بابا عبده. عبده. ده مش انا مش قادر اوصف يعني النجاح الصح، كل حاجات محمد فاضل عظيمه يعني. فلما قال لي تختار حاجه قلت له هختار الاغنيه دي، انا عايز الاغنيه دي. ليه بقى؟ لانه الناس بتتكلم دلوقتي على الفيديو كليب. ايه الفيديو كليب؟ عباره عن تفتيت الاغنيه، تفتيتها الى لقطات. اللقطات طبعا استاذ اشرف هشرح لكم الفرق بين الشوت، بين المشهد واللقطه. اللقطه هي الجزء، اللقطه تعادل في الدراما في السينما وفي التلفزيون الحرف. حضرتك لما تجيب حرف جنب حرف بيعمل كلمه، لو حطيت لقطه جنب لقطه تعمل مشهد. يعني اللقطه هي الوحده الاولى للمشهد التلفزيوني والمشهد السينمائي. محمد فاضل بقى انا راجل مخرج بقى، وجاني السكريبت بقى مكتوب عليه، عشان برضه حضراتكم تفرقوا ما بين شغل المخرج وبين المكتوب، لان الناس بتعتقد ان ده مكتوب في السكريبت. ده مش مكتوب في التقطيع، ده مش مكتوب في السكريبت، ده اسمه ديكوباج. ويشرح لكم برضه الاستاذ اشرف يعني ايه ديكوباج، تقطيع المشهد. بيجي المشهد كده، الجد يغني، اوكي، اغنيه لطيفه للحفيد وسط تذمر الابن اللي هو صلاح السعداني. ده اللي مكتوب في الايه؟ السكريبت. السكريبت ده يروح لمين؟ كاتب الاغاني. كاتب الاغاني يملاه بالايه؟ بكلمات الاغنيه، ويجي الملحن يلحنها، اوكي؟ يبقى اللي مكتوب عندي ايه؟ مشهد كامل، حته واحده كده. يجي محمد فاضل بقى يبث فيه الحياه اللي شفتوها دي. ده شغل محمد فاضل، انه يقطع الاغنيه دي 43 شوط. الاغنيه دي دقيقتين، طب ليه اتعب نفسي؟ باخدها بين يمين، يعني اللقطه كده يمين ولقطه شمال، واحتفظ بنفس المشهد ونصورها حته واحده واخلص. ابدا.